الاختيارات هي طبعا فيها غرابه. ايوه. وكنت اتمنى انه ما يبررش. لان انا مدي لك الحق انك تختار اللي انت عايزه. لكن هتبرر مبرراتك مش مقنعه. يعني انت تشوف ناس تانية في مركزه اللي هو انهي مركز. هو دلوقتي متألق فين؟ يعني بتتكلم على كريم فؤاد. لانه كان اغرب حاجه في القائمه. يعني انت لما تاخد افضل لاعب في المراحل الماضيه في الدوري المصري حتى يطلع هو. ايوه. يعني مش مشكله انك ما تاخدوش، انت حر. واخد بالك؟ لكن المشكله انك تبرر دي انك انت عايز تشوف ناس تاني. طب ما انت واخد ناس محتفظه بمراكزها، ما تشوف ناس ثالثه. وواخد ناس ما بتلعبش اصلا، ومش عارف ايه الهدف. يعني تشعر ان لسه صورته مش من دماغه بس بالاخر كده. هو ريفو تيريا سئل في المؤتمر من بعض الزملاء الصحفيين عن استبعاد كريم وعن ظروف اختيار بعض العناصر. بس كلمه خدته لما وثقت فيه قبل ما والاهلي ما كانش واثق فيه. مين قال لك الاهلي ما كانش واثق فيه؟ يعني يعني احنا ما بنديش نفسنا الحق ان احنا نصادر على حقك، فما يصحش انك تصادر على الاخرين. هو الحقيقه انا ليها تفسير وحيد عندي. اذا في مركز الجناح هتخش في مقارنه مع عنده صلاح وعنده مو صلاح. لا مو صلاح ما فيش تريزيجيه. محمد صلاح في الحته دي. ما هو انما انت واخده يعني لانه جوكر. على العموم يعني انا مش بطالبك تاخده على فكره. لكن احنا بنتكلم اذا كان هناك يعني تفسير. انا بناقش التفسير لكن لا اناقش حقه.